هذا واحد يمكن قبل تقريبا 15 سنة اتصل بي قال لي عندنا عقد ودي يتعقد لأختي على الشغل الورقي الأول، دفاتر قبل التقني وقبل الشغل. فتوعدت أنا وياه والطريقة المعتادة وترتيبه المعتاد، وجينا. بعد ما جلسنا بالمجلس كان الحضور أقارب الزوجة وانسباء، وسألتم السؤال الاعتيادي اللي هو المهر والشروط وش اتفقتوا عليه عشان يكتب بالسجل. المهم بعد ما كتبنا قلت للأخوة الزوجة قريبة، لأنه دائما اليتيمة ودك تحرص تكون دقيق بالحين، مع أن إن شاء الله أخوته وعمومته هم مقصرين، لكن زيادة تبقى يتيمة. فقال هي موجودة، ورحنا أنا وياه وسألته نفس الكلام، الشروط اللي هم متفقين عليها نفسه، ما عنده مشكلية. وأنا أكتب تسلم، وأنا أكتب الشروط نقز لي واحد بالمجلس رجال سبير، قال لحظة يا أبو عبد الله، قلت سم. قال عندنا شرط. طبعا هذا الشخص يقرب له، لكن خصوصا القصة يعني المهم أنه من محارم الزوجة. قال عندنا شرط. قلت سم. قال عندنا الشرط الفلاني، هذا يهمن للبنية ولا ترانا ما نتنازل عنه. التفت على أخوة الزوجة قلت أنتم متفقين على هذا؟ قال لا والله، بس عاد فلان والله جزاه الله خير يعني له قيمته، واللي يشوفه إن شاء الله يسر الله. المهم أنه تلخبط أخوة الزوجة. الزوج اختلفت أوراقه كاملة. قال يا أبو عبد الله أنا ما اتفقنا على هالكلام ذا، ولا حصل بيننا نقاش حول هذا الموضوع. الشاب الحقيقة الزوج أنا يعني ما ألومه، توتر وانفعل، ويعني تلخبطت أوراقه حقيقة. شفت أن الوضع شوية بيتأزم. هالرجل ذا اللي تحدث الله اللي يقول ايش قال له؟ سمع. ايش قال له؟ شو الشرط يطلبه منه؟ طلب شرط معين. ما اي طلب شرط معين، لكن الشرط هذا ما كان مناقش قبل العقد أبدا. فقلت طيب يعني خلونا ناخذ ونعطي، لأنه إن شاء الله مجلس خير وبركة يعني لا نستعجل، نبي نرجع للبنت. حنا مرجعنا للبنت، خلي نشوف وش عنده. رجعت مرة ثانية للبنت، فلانة وش الوضع؟ قالت والله تبي الصدق؟ لا والله ما حصل، لكن فلان يعني له قيمته بالأسرة، يعني ما أقدر مثل قولة ما أقدر أطلع عن رايه وشوره. فهالشرط اللي يقوله يعني كأني الآن مضطرة أني أقبل فيه. رجعت للمجلس، الرجل قال لا يمكن يتم العقد إلا بهالشرط. الزوج انفعل وقال أنا والله ما يمكن أقبل هذا الكلام. أنا حسيت أن الوضع لازم أتدخل وأنهي الجلسة الآن الحالية. حنا كنا المغرب توترت. قلت للزوج يبي يسر الله الأمر، غمزت له، أعطيته إشارة اركد، وقلت له يبي يعين الله، لعلنا نأخر العقد، يشاور الزوج روحه ويشوف الوضع ويسر الله الأمر. وحنا طالعين قلت للزوج هذا جوالي اتصل بي لا تبعد. وانا طالع قلت للأخوة الزوجة ترى بكلمك، لأنه هذا الرجل اللي تكلم واللي يستلم يعني هالشرط اللي وضوعه اللي لخبطنا كلنا موجود. طلعنا ومشيت أنا وياه ورحنا بنصلي العشاء، صلينا وطلعت أنا وياه من المسجد. قلت له فلان وش القصة؟ قال يا ابن الحلال هذا فلان وله قيمته بالعائلة وله تأثير، وصعبة أن أكسر كلام، والله أنه ضاق صدري، وهذا أختي متأثرة متكدرة، بس ما نقدر. قلت ولا ما بينكم اتفاق حقيقي؟ قال أبدا والله ما سمعته إلا بهالمجلس، يوم جلس أصلا ما شاورنا. قلت بيسر الله الأمر بس لا تستعجل.
وش شخصيته يعني، أتكلم عن المهم سولف عنه، وقلت عطى رقمه وأخروا الزواج، أخروا العقد، يبي يسر الله الأمر. اتصل علي الزوج يمكن بعدها بساعة عقب صلاة الخير، قال سمي أبو عبد الله، الولد منفعل ومتأثر ومتكدر، ما إلا الولد درة ودك تاكله، عسل مفصل، لا إله إلا الله. بسم الله عليه. اي والله ما شاء الله تبارك الله، أدب، كاريزما، أخلاق، يعني عمله ما شاء الله جيد، كان هو يعني بيكمل دراسته، فحسافه هذا لقطة ذا. قلت يبي يسر الله الأمر، بس عطن كم من يوم، وترى لا زوجه ولا خوالك تراهم معك، لكن تخابنا انت الضفيره لان حاست شوي، تبيله شوي، بلا ترتيب، تبيله ترتيب. صار من بعد ثم ادق على الرجال اللي هو هذا، قلت فلان معك فلان اللي امس، قال الله يحييك، هو الحقيقه مؤدب يعني، ما من حلال ما قصر. قلت وابيك بعض المرات بعض المواضيع ودك وجه الوجه، العيون والحركات والإحساس له تعبير والجرأة. اي نعم احسنت. قال سمع، عشان موضوع اللي امس، قلت انت مرزه وانا يسهل الله، خلنا اجي لمك جزاك الله خير. قال سم الله يحييك، جيت لمه بالبيت، قعدت اسولف انا وياه، وقلت شوف انا مأذون ما لي شغل، انا تراي اقدر ينتهي موضوعي امس، ولا اتفقتوا او اختلفتوا ترى بشيل دفتري مع الباب، والله لا هي بنتي ولا انت باخوي، وانتم بداله ما شاء الله المنطقه مليانه مأذونين ما قصرت الوزاره. لكن والله حزت بالنفس انه والله ترك اللي قلته ما كان مناسب، وانا قال انا ابي مصلحه البنت، قلت تبي انت مصلحه البنت، تراه من امس تصيح، والولد انا شفته، انا دخل قلبي الولد من ابدع ما يكون، الشرط اللي انت ذكرته عشان البنت تقول ما بيه، فانت راكب منزله ابوه. فانا رايي والله، قال طيب من يضمن؟ قلت لا تقول من يضمن، انا وانت ما نقدر نطلع ما نقدر نضمن انفسنا نطلع مع الباب، لا تقول ايش يضمن. التوفيق والسعاده والحفظ كله من ربي، لا هم من ولا هم منك. قال انا ما تعرف يعني مثل قولت كلمتي ما اقدر اكسره، لكني انا بسافر ويمكنني ما حضر. قلت انت عطنا الموافقه والله يحفظك. قال وشلون؟ قلت انهم يتفقون على شروطهم الاولى، والله ما تندم، والله ما وترى ان تم كلامك ترى قد تكون سبب الحسره لهالبنت انت السبب، وقد تصاب بعيالك او بمن تحت يدك. المهم طولت انا وياه ولا قصر اكرم، قال سب اللي تشوفه. دقيت على الزوج قلت ترى وعدنا ان شاء الله بس خلينا ننسق مع انسباك. قال قلت الشرط يمنح عين خير. دقيت على وليه وقلت ترى نبي نرجع، ورجعنا وتكلمت الحقيقة عشان بعد أبرد خاطر الزوج، ما يدخل الشيطان ويحسب الدعوة فيها لخبطة واتفاق. وعقدنا وتم العقد وتزوجه، وطبعا ما حضر هذا الرجل، لكنه صارت بيني وبينه معرفة يعني بعد، وجزاه الله خير تشكر انه يعني كان موقف مثل التذكير. انا اذنت يا ابو عبد المسلم. الشرط ما ينقال؟ لا والله يعني في خصوصية، يعني والله ممكن ينقال يعني هو كان الشخص يبي يطلع برا يكمل وهي تبي تروح معه، قال البنت ما تطلع تقعد مع عندنا وانت رح، وهم متفقين انه بيكون مدة تروح ومدة تجلس، ويقول لا ما تروح تجلس عندنا. فلخبطوا، والرجال كان حاجز له ومرتب الواضع ومفيز، يعني فيها إشكالية. فهذا اللي شوي يعني لخبط الوضع، وهو بيطول دراسات عليا وكذا. أنا أقول يا جماعة رسائل 3 على السريع. الأولى زملائي المأذونين، يا جماعة الوزارة ما وضعتكم جايين بس تكتب أو توثق وتقضب الباب، مو بصحيح. أنت لابد تكون يعني محضر خير، إن حصل فيه إشكالية تدخل، إن تدخل أحد مخطئ تكون أنت المركد له والموجه، طريق العلاج له. العلاج اي نعم. الأمر الثاني يا جماعة تراه المأذون كثير من الناس تراه يحتاج، وخاصة إذا كان أول بنت له يبي زوجة أو أول ولد، ترى ما عنده أي خبرة.
يضطر أنه يستعين بالله ثم بك توجهه تعلمه المهر الشروط وش اللي تنازل وش اللي ما تنازل وش الأفضل يكون وش الطريقة. حتى بعضهم من الطريف يسأل يقول هل هو يصلح نحط عشاء أو ما نحط عشاء؟ بكل بساطة والله. واحد يعني طريف قال لي أبو عبد الله أنا والله أحسبه يعني ما يصلح نحط عشاء. يقول أهلي بكل بساطة. قلت والله شوف إذا كنت مقتدر ودك تجمع ترى عرس هي العقد، وفعلا حط عشاء ومستانس يعني وصل درجة من الفرح يقول ذكرتنا بهالحاجة الحلوة. فأنا أقول الزملاء المأذونين يجب أن يكون لك دور إيجابي وليس تحريري، يعني يجب يكون لك بصمة. الأمر الثاني يا جماعة الشروط لا أحد يناقش أنها ثابتة في الكتاب والسنة، وعند الخلاف يرجع للشروط وثابتة بالآيات والأحاديث. لكن يا جماعة خذوها قاعدة واسألوا أي واحد مأذون سواء من القدامى أو الحاضرين، إذا كتب الله توفيق بين الزوجين فوالله يا هالشروط اللي كتبت كلها أن تزول زوال، لأنهم متفاهمين تبي تمشي أمورهم مثل الحلاوة لا تخاف مع الزوج والزوجة. وإذا كان في خلاف لا قدر الله أو ما توفقوا لن تدوم الحياة لو كتبت 10 شروط أو 20 شرط. لكن قد يفهم البعض يقول أجل ما نكتب شروط. لا اكتب شروط، لكن ترى في بعض الشروط ما له داعي يا جماعة، مو بكل شيء يكتب. يعني اسمحوا لي بهالمثال فقط، بعضهم يكتب العشرة بالمعروف. هو الأصل يا جماعة أن العشرة بالمعروف صحيح. يعني واحد تزوج، أنا بعطيك 100 مثال، ولا عاشر زوجته بالمعروف، هل تروح للمحكمة تقول والله أنا ما عاشرة لكن ترى ما كتبت أنه يعاشر بالمعروف؟ الأصل المعاشرة بالمعروف. وتراها حقيقة ترى الشروط ثقيلة على الزوج ثقيلة، لكن في بعض الشروط تضطر. وحدة والله موظفة وده والله تستمر بوظيفته، هذه ما يمنع أنه تكتب، ما عندك إشكالية. أنا ما أنفي ولا أخلي الواحد تصير سالفتنا 15 شرط كاتب، يا سلام. ما هم معقول. التوازن والتفاهم في الشروط تراه مطلب، بحيث أنه يعني تكون الأمور أكثر هداوة ويكون بينهم ألفة ومودة.